بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم جت في العارضة. النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي وتاون شيب اللي كانت في القاهرة في برج العرب، ومباراة الأهلي وتاون شيب اللي هتبقى في بوتسوانا إن شاء الله غدا السبت بمشيئة الله. ابتدى كارترون مباراة الأهلي وتاون شيب اللي كانت في برج العرب بتشكيل بيتكون من الشناوي في حراسة المرمى، باك يمين كان أحمد فتحي، اثنين مساكين كان سعد سمير والمفاجأة كوليبالي، وباك شمال كان علي معلول. في وسط الملعب كان في السولية وحسام عاشور، قدامه وليد سليمان، اليمين ازارو، اليمين كان اجاييه، على الشمال كان مؤمن زكريا وبالتبادل، وكان قدامهم ازارو. ابتدى الاهلي بطريقه ان هو يبدا يمشي الكره على الارض مره واثنين وثلاثه، بحيث انه يقدر يحافظ على الكره ويشوف فريق تاون شيب ده هيمشي الكره معاه ازاي. كان الشوط الاول ممل شويه في معظم فتراته، كانت الكره مش ماشيه قوي مع النادي الاهلي، كان الماتش يعني زي ما بنقول متحجم، وكان الفريق اللي هو بتاع تاون شيب كان ممكن بيعمل هجمه مرتده ولا حاجه ممكن يخطف فيها الماتش. في اخر الشوط الاول عمل كرة جميله جدا اجاييه ثرو باس لازارو اللي خدها وانطلق ما بين اتنين مدافعين وشاطها بقوه غير العاده من ازارو، ودخلت في المرمى ليحرز الهدف الاول للنادي الاهلي، وينتهي الشوط الاولاني بهذه النتيجه، لان الاهلي يبقى متقدم على تاون شيب 1-0. بيبتدي الشوط الثاني تقريبا بنفس التشكيل لغايه الدقيقه 65. ابتدى باتريس كارترون يتدخل بعمل تغييرات، عمل تغييرين. التغيير كان اسلام محارب وميدو جابر بدل وليد سليمان واجاييه، في مفاجاه كانت غريبه جدا، ان احنا كنا متعودين ايام حسام البدري انه ما كانش بيطلع اجاييه من الملعب تحت اي ظرف من الظروف. ماشي، وليد سليمان بيلعب 65 دقيقه، فبس بدا ينزل اسلام محارب وميدو جابر. اتنين بصراحه عملوا انطلاق ونشاط وحيويه، اثمر ده عن الهدف الثاني عن طريق ضربه جزاء خدها ميدو جابر في منطقه ال 18 بعد ما راوغ مراوغه ناجحه المدافع، خدوا 7 كده زي ما بنقول بتاعه زمان. قدر يجيب منها ضربه جزاء صحيحه للاهلي، تصدى لها علولو ودخل حطها بشماله في نص المرمى اللي يحرز الاهلي الهدف الثاني. الهدف الثالث في اخر الشوط الاولاني، اخر الشوط الثاني في الدقيقه تقريبا 79، خد ازارو الكره استلمها من ناحيه اليمين وراح في المنطقه الفاضيه وعمل كره كروس باس عرضيه جميله جدا، دخل في نص الملعب على طول او في منطقه ال 18 على ال6 يارد. اسلام محارب كالعاده بيحط الكرة بدماغه جميله جدا، حاول عليها المدافع بتاع تاون شيب بس للاسف ما قدرش يجيبها، وللاهلي جاب الجون الثالث. حصل اصابه كده للمدافع تاون شيب، ما كناش نتمنى حاجه زي كده تحصل، بس الاهلي فاز بالمباراه، وفي نفس الوقت الاداء بدا يتحسن الشوط الثاني. طبعا احنا عارفين ان الاداء كان شكله مش حلو، لان دي بدايه موسم وفتره الاعداد، واللعيبه لسه ما خدتش على فكر المدرب الجديد، وممكن يكون المدرب الجديد لسه برضو ما حطش ايده على جميع الاوراق اللي في النادي الاهلي كلها. نتمنى بس في الماتش اللي جاي بتاع بوتسوانا يكون الموضوع بقى احسن من كده شويه، ويكون باتريس كارتيرون حط ايده على اهم مناطق القوه والضعف اللي في فريق تاون شيب. من ضمن الحاجات اللي كانت ممكن او اللي هتعمل لنا مشكله بس في الماتش اللي جاي، ان احنا احمد فتحي جات له اصابه في العضله الضمه، فضل باتريس كارتيرون والجهاز الفني اللي معاه ان هم يريحوه، عشان احنا كمان عندنا ماتشين بعد كده، ماتشين جامدين جدا. بعد الماتش ده على طول ماتش الاسماعيلي في افتتاح الدوري، وبعد منه ماتش الترجي، وبعد منه ماتش المصري البورسعيدي. ففضل باتريس كارترو والجهاز الطبي ان هم يريحوا احمد فتحي علشان الاصابه ما تتفاقمش ونخسر حد تاني في الفتره اللي جايه لفتره طويله. كان برضو امبارح عرفنا ان والد كابتن ميدو جابر توفاه الله، وطبعا كان الاداره بتحاول ان هم ينزلوه، فممكن يكون نزل النهارده عشان يحضر الدفنه بتاعت والده، واحنا بنتمنى له ان شاء الله الصبر والسلوان، وللوالد الرحمه والمغفره. في برضو انباء عن اصابه علي معلول باك ليفت النادي الاهلي، هي هتبقى ضربه برضو قاسمه للاهلي لو حاجه زي كده حصلت، بس انا اعتقد يعني ان ايمن اشرف هيقدر يسد الجبهه دي، وكمان صبر رحيل، الاثنين برضو
كويسين يقدروا يسدوا الفراغ ده، لان برضو ايمن اشرف لاعب دولي وعنده من الخبرات ان يقدر يكون مكان علي معلول، وان شاء الله يكون على قد المسؤوليه. اعتقد ان التشكيل اللي جاي مش هيخرج عن التشكيل اللي هنقوله دلوقتي. حراس المرمى الشناوي، باك يمين هيبقى محمد هاني، 2 مساكين ان لم يكن 3 هيبقى سعد سمير وكولوبالي، وناحيه الشمال لو علي معلول سليم هيبقى علي معلول، لو في اي مشكله هيبقى صبر رحيل، وهيحتفظ بورقه ايمن اشرف معاه بره عشان لو حصل اي مشكله. هيبقى خط النص فيه السولية وحسام عاشور، قدام ممكن وليد سليمان واجاييه ومؤمن زكريا، وفي الامام وليد ازارو. ممكن لو هيلعب في التشكيل ممكن يلعب بطريقه 4-3-3، يرفع مثلا وليد سليمان نخليه كورقه رابحه، وينزل حد نص ملعب ثالث مع عاشور والسولية. ممكن هشام محمد ينزل معاهم كخط وسط ثالث، يزود معاهم لغايه اما يمتص حماس فريق تاونشيب الشوط الاولاني، ويبدا يرمي بورقه اسلام محارب ووليد سليمان اللي هيبقى معانا على دكه الاحتياط. هيبقى معانا برضو بينضم للقائمه صلاح محسن هيبقى موجود، ومعانا مروان محسن هيبقى موجود. واحنا على امل ان يبقى في صفقه او صفقتين خلال الفتره اللي جايه، ان الاهلي يقدر يزود منطقه صناعه الالعاب وخط الوسط المدافع. يعني احنا منتظرين حاجه زي كده قريب، وربنا ييسر الماتش الجاي ان شاء الله. الملعب كويس جدا، ساعته 25,000 متفرج، درجه الحراره جميله جدا، بالليل درجه الحراره بتبقى منخفضه، زي ما بنقول جو اوروبي يساعد اللعيبه ان هم يقدروا يخلصوا المباراه من هناك ان شاء الله، عشان نضمن ال3 نقاط، ويبقى رصيد النادي الاهلي 7 نقاط على الاقل، يضمن المركز الثاني. وان شاء الله نتمنى مثلا ان الترجي يقدر يفوز او يحقق التعادل على كامبالا، عشان يقضي على تماما على احلام واماني فريق كامبالا سيتي، لان الاهلي والترجي هيلعبوا في الماتشات اللي جايه مع بعض على طول في الدور اللي جاي. فنتمنى ان الماتش يكون على قدر المسؤوليه، واللعيبه تكون على قدر المسؤوليه، ان احنا نقدر نحقق الفوز. ان لم يكن يبقى التعادل، ما نخسرش خالص هناك، لان احنا لو خسرنا هنبقى في مشكله كبيره جدا، ان انت تقابل الترجي في تونس وما انتش عارف الظروف فيها ايه هناك. فنتمنى ان شاء الله ان الماتش يعدي على خير، وكمان يبقى اللعيبه على قدر المسؤوليه، ونقدر باذن الله نحقق الفوز. نتمنى نكون اوفينا بالتحليل والشرح للمباراه، وعن فكر كابتن كارتيرون، وعن المباراه اللي جايه، وباذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، نتمنى منكم الاشتراك والاعجاب للقناه عشان نقدر نستمر معاكم. كنا معكم في حلقه اليوم، ونتمنى ان احنا نستمر مع بعض دايما عن طريق اشتراكاتكم، وكمان الاعجاب بقناتكم قناه جت في العارضه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.